هل تبحثون عن الانتعاش والطاقة لمواكبة الحماس والإثارة في مونديال 2026؟ خليكم معايا باش تشوفوا هذا العصير، عصير الطاقة للاعبين وللمشاهد حتى الدقيقة 90. وصفة اليوم مشروب الطاقة الاقتصادي والطبيعي المنعش بخطوات سهلة وذكية، كيف ما قلت لكم بكمية وفيرة أثناء مشاهدة مباريات كأس العالم 2026. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا 3 حبات من البرتقال مغسولين جيدا جيدا، وحبة واحدة من الليمون الحامض. هنايا الحرص تماما على عدم كشط القشرة البيضاء لتجنب أي مرارة، حتى نحصل على عصير طبيعي بدون أي مرارة. كيف ما كتشوفوا غادي نقطعوا بأي آلة حادة، سكين أو اللي كان عندكم متوفر، وطبعا نفس القصة مع الليمون الحامض. وغادي نشيل هذيك القشر وغادي نحتفظ بالبرتقال فقط، وغادي نقطعه نصفين ونشيل منه كذلك البذور حتى هي اللي كتعطينا المرارة في العصير. هادو هما الخطوات الأولى والأساسية في العصير. ان شاء الله غادي تشوفوا هذا العصير. غادي نعمل معكم واحد الميكس، يعني حضرب عصفورين بحجر واحد كيف ما غادي تشوفوا معايا. كنتمنى ان شاء الله الوصفه غادي تعجبكم ان شاء الله، وراه غادي تعجبكم ان شاء الله. ما تنساوش اللايك والاشتراك وتشيروا الفيديو لتعم الفائده. هنا بعد ما قشرت البرتقال غادي نجيب واحد الحله نحط فيها كل القشر بالبرتقال بالليمون، وغادي نزيد عليها كوبين من السكر طبعا هو هنا غادي يمثل لنا هو الوقود والسريع الذي يحتاجه الجسم بعد مجهود بدني شاق للاعبين وللجمهور الاول اللي تيكون متعصب في مشاهدة كرة القدم. وكوبين من الماء، وغادي نحطهم على النار حتى كنحس بهذاك المزيج بدا يتقال معايا، وغادي نطفي عليه ونخليه يبرد تماما. وغادي نضربه يا في الخلاط يا او بالبغا ميكسور. يعني بعد ما برد تماما غادي نحصل على واحد المركز غادي نخليه جانبا. خليكم معايا باش تشوفوا الوصفه كامله. هنا كيف ما كتشوفوا انا غادي نصفيه حتى كنحصل على مركز ثقيل وناعم. وهذا الطفل هو اللي غادي نعملو به العصير. والمركز طبعا غادي نحطو في علبة ونحطو في الفريزر. كيف ما قلت لكم غادي نضربو عصفورين بحجر واحد، كمية وفيرة واقتصادي يكفي لمشاهدة المباريات كلها من أولها لآخرها. وغادي الطفل غادي نضربو في الخلاط، هو اللي غادي نخففو بالماء. كنخف كما قلت لكم نتوما اللي كتحكموا في السمك ديال العصير. هنا ضربت الطفل خرج ليا كميه ما شاء الله وفيره، حتى هو غادي نصفيه. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وهذا اختياري. عندي هنايا تفاحه واحده، غادي ناخذ تفاحه واحده وموزه واحده، غادي نضربهم في الخلاط مع الطفل اللي صفينا، وغادي نحصلوا على عصير منعش
يعني ميكس اقتصادي. هذا هو العصير ديالنا، والسمك نتوما اللي كتحكموا فيه، يا تزيدوا يا تقللوا. وكيف ما قلت لكم السكر كيضبط الطعم والمذاق. والناس اللي عاملين حمية او دايت طبعا غادي يستغناو على السكر، وغادي يستبدلوه بالعسل او التمر. وهذا هو مشروبنا اليوم بكمية وفيرة، اقتصادي، منعش، وكيناسب هاد الاجواء ديال الصيف واجواء المونديال. وهنايا هاد المركز بعد ما حطيته في الفريزر، انا ما خليتوش يتماسك، انا الحين غادي نصور وخصني نصور ونكمل الفيديو. يلا بدا يتماسك. هذا هو المركز. ممكن كنعملوه يعني كيف ما شفتوه كريمي ولامع وناعم. كنحطوا الكميه اللي بغينا، وكنزيدوا حنا اللي كنتحكموا كيف ما قلت لكم في السمك ديال الماء، وكنحطوا مكعبات الثلج للاستمتاع بالعصير. وكيف ما شفتوا هذا هو عصيرنا اليوم، عصير غني يمنح الحيوية والنشاط والمتابعة وتشجيع منتخباتكم المفضلة. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وكنتمنى لكم مشاهدة مباريات المونديال بالتوفيق للجميع. وكل واحد يعني كيتمنى الفريق ديالو يفوز. وانا طبعا كنشجع المنتخب ديالي، وكنتمنى ليه الفوز والاستمرارية، ويفرحنا ان شاء الله بالكأس الذهبي. وطبعا هذا المركز راه ليه عده استعمالات في لي كيك، في التورت، نعملوه في الايس كريم. ايس كريم البرتقال كيجي اكثر من رائع، او كاكولي في في الحلويات، وكيف ما قلت لكم في التورت والكيك نسيتها، كيجي فيها رائع. نتفكرها ونقولها لكم نسيت. وهذه هي الكميه اللي عطاني، ما شاء الله كميه وفيره وبأقل تكلفة وأقل مجهود. كنتمنى لكم مشاهدة المباريات لجميع المنتخبات، والتوفيق للجميع، والسلام عليكم.